رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السادة الدارسين والدارسات، نتابع مع حضراتكم اليوم في علم الفقه وأصوله في دراستنا بعد ما خدنا مراجعة عن منهج علوم القرآن وعرفنا أسئلته ومنهج التفسير ومدارسه، وعرفنا برضو إيه المطلوب مننا في التفسير، وخدنا برضو منهج مصطلح الحديث وعلوم الحديث المقررة علينا، ثم أيضا علم الحديث النبوي والدروس المستفادة من كل حديث، ومن أولها أول حديث اللي هو حديث صحيح الإمام البخاري الأول اللي هو إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. وشفنا إن في أستاذنا الدكتور موسى شاهين لاشين الله يرضى عنه، أستاذ أساتذة علم الحديث في العالم الإسلامي وجامعات العالم الإسلامي، وهو بيألف لنا كتاب المنهج الحديث في شرح حديث صحيح الإمام البخاري. علمنا طريقة جيدة في إنه يدي في هامش كل حديث أسئلة، وأسئلة دقيقة. الأسئلة دي ترتبط بالإيه؟ بالشرح اللي اتشرح بيه الحديث، عشان يحيط المسلم بكل المسائل المتفرعة عن الحديث النبوي الشريف، ويرد كمان على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام. طيب، ده بالنسبة لي. وبرضو قبل كده خدنا علم العقيدة. علم العقيدة خدناه برضو في كتابنا أستاذنا وشيخنا الشيخ سيد ثابت في كتاب العقائد الإسلامية، وقلنا علم العقيدة هو علم البراهين الدالة على الإيمان ب6 أركان. إيه هم أركان الإيمان ال6؟ اللي هو الألوهية، الإيمان بالله عز وجل بما يتضمنه من ألوهية وربوبية ووحدانية وأسماء وصفات، وكذلك أيضا اليقين والتوكل على الله والأخذ بالتعلق بالله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء والصفات. كذلك أيضا الإيمان بالرسل والكتب وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وحقوق الأنبياء علينا، وحقوق المصطفى علينا، وحقوق الكتب المقررة التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وخاتمها القرآن الكريم. ثم أيضا السمعيات اللي هي الإيمان بالرزق والأجل، والإيمان بعالم الملائكة، والإيمان بعالم الجن، والإيمان بالاحتضار وسؤال القبر ونعيم القبر وعذابه بما يترتب على إجابة الإنسان عند الاحتضار أو بعد الموت. ثم أيضا علامات الساعة الصغرى والكبرى، مقدمات اليوم الآخر، وده الركن الرابع من أركان العقيدة. نعرف إن في علامات الرسول قال عليها هي اللي احنا بنعيشها النهارده. للأسف الشديد لو حذفنا علامات الساعة الصغرى ودراستها كيف نتعامل معها، هنلقى المسلمين يقفوا متفرجين واخدين حقن مخدرات إن ما يحسوش بأي حاجة تحصل. الإسلام يتهان مش مهم، اللي يسبوا في القرآن مش مهم، الكذابين اللي يطلعوا مش مهم، لحد ما يفاجئوا إن المسيح الدجال بنفسه طالع بيقول لهم أنا ربكم الأعلى، هتأمنوا بيا ولا أقطع رقبتكم؟ يبقى يفاجئوا بالمصيبة ويشوفوها عيانا وتقطع رقابهم لأنه ما عملوش استعداد لها. إذا دراسة علامات الساعة الصغرى والكبرى بتهيئ المسلم لأنه يتقوى ويعد نفسه لإيه؟ لمواجهة هذه الفتن، وهذه الفتن يوميا احنا بنعيشها، فلازم نمرن الناس عن يتعاملوا معها ازاي. وأقل حاجة، أقل واجب، احنا لسه قايلين النهاردة من تكريم سورة الحديد النهاردة للمؤمنين، كرمت 2 من الشهداء، شهداء الجهاد القتال، وشهداء الايه؟ العلم، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا احنا اقل حاجه ان ما حضرتش في ميدان معركه وقتال ونصره الاسلام مع الرسول عليه السلام، لا في بدر ولا في احد ولا في تبوك ولا في معارك الاسلام اللي في الدفاع عن المسجد الاقصى مثلا النهارده، او تحرير الاوطان من الاستعمار، ما حضرتش حاجه من دي، يبقى على الاقل احضر ان انا امر بالمعروف وانهى عن المنكرات اللي حواليا. ده الجهاد المطلوب، او اقول الحجه العلميه اللي اقيمها واعلم بيها الجاهل. الصوت يا اللي هناك ما ينفعش كده. يبقى لابد ان انا اجاهد، واقل انواع الجهاد بالايه؟ باللسان المتاح لنا امرا بالمعروف ونهي عن المنكر، لحمايه الاجيال من الغزو الفكري والغزو الثقافي اللي بيحيط بنا من كل جانب في الاستهزاء بالاسلام والاستهزاء بالسنه النبويه المطهره. طيب، كمان برضو مطلوب مننا ان احنا نعرف محطات الاخره، ايه المراحل بيمر بها الانسان من بعد خروج الروح،
في القبر، ثم يوم القيامة نفسه إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم أحداث اليوم الآخر نفسه، إلى وصول الإنسان إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى لازم أعرف المحطات دي، يعني كل محطة من المحطات دي لما أدرسها أعرف إيه المؤهلات والأعمال اللي هتنفذني فيها وتخليني إن أنا أعديها وأوصل لرضوان الله عليه. ثم أيضا المسألة السادسة في علم العقيدة، وهي الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله الكوني وقدر الله الشرعي، اللي احنا قلنا عليهم في نوعين من انواع القدر، قدر كوني وقدر شرعي. قدر الكوني ان ربنا خلقني ذكر وخلق التاني انثى، خلق ده غني خلق ده فقير، خلق ده ضعيف خلق ده قوي، خلق ده غني خلق ده فقير، يبقى ده اسمه قدر كوني نرضى به ونرتضيه، وناخذ بالاسباب ان احنا نعالج ما نستطيع مع التوكل على الله تبارك وتعالى. طيب وايه كمان بجانب ده؟ مطلوب من المسلم ان هو يرضى بقدر الله الشرعي. قدر الله الشرعي عمل لك حلال وقال لك حرام، يبقى في هذه الحاله اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ لو سمحت، اتفضل لا ما تقعدش، اتفضل مع السلامه. ما تعمليش يشاوروا عليا وتحضر، لا ما تحضروش، اتفضل اقعدوا ورا، مش عايز اسمع صوت. يبقى عندي هنا القدر الشرعي هو كل تكليف ورد في القرآن وفي السنة المطهرة، يبقى ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، يبقى ده حلال وحرام شرع ربنا. خلاص، ده بالنسبة لعلم العقيدة في الست عناصر دولي، وموجودين في الكتاب اللي هو كتاب العقائد الإسلامية، وإحنا شرحنا في الكلام ده محاضرات قبل كده. النهاردة هنتكلموا على علم الفقه وأصول الفقه، علم الفقه وعلم أصول الفقه. شوف بقى كده ورقة وقلم أو سجل عشان تتابع في العناصر، عشان الكلام يبقى مرتبط بعضه ببعض. لما نتكلموا على علم أصول الفقه لازم هنرجعوا بكلمة، أول كلمة الفقه نفسه. عشان أقول أصول فقه وقبل ما أخش على أحكام الفقه يبقى لازم أعرف الفقه نفسه. يعني إيه فقه؟ فقه يعني تدبر، يعني فهم، يعني تفكر بدراسة وعلم. يبقى معنى كلمة فقه يعني خلاص تفكر، تدبر، الفهم. فالمقصود بالفقه أي الفهم المتعمق للمسائل، يبقى معنى ده الفقه. طب الفقه ده احنا هنعوزه في كل الدين، وهنعوزه أكتر في علم الأحكام. أعمل إيه ما أعملش إيه. والفقه أحكام ده صح؟ هو اسمه فقه أحكام بقى، يبقى الفقه نفسه هيبقى اسم هيدل على الأحكام اللي تقول لي اعمل أو ما تعملش. خلاص؟ طيب القرآن الكريم جاب لنا كلمة فقه، أيوة جاب لنا كلمة فقه موجودة في القرآن الكريم. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إيه اللي قدام جهنم؟ ما عندهمش فقه وقلوبهم لا يفقهون بها، ما بتفهمش، لا عواطف ولا عقول. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ده في سورة الأعراف. إذا القرآن بيقول لنا خلي بالك الفرق بين أهل الجنة وأهل النار، إن ده تعلم وفقه، ده جهل ولم يفقه. ادي الفرق بين الاثنين. والافضل العلم والفقه ده مش عايز كلام، مش افضل وبس، ده النتيجه الحتميه لرضوان الله عليه، والثاني النتيجه الحتميه لغضب ربنا عليه ودخول نار جهنم. ده فريق في الجنه وفريق في السعير، مفيش فيه اختيارات يعني. طيب ده في القران. طب في الاحاديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. يبقى ده الفقه في الدين على أوسع بقى، فقه في الأحكام علم الفقه، وفقه في أصول الفقه قواعد التعرف على الأحكام، وفقه في الحديث، وفقه في العقيدة، وفقه في التفسير، وفقه في السيرة، وفقه يبقى على واسع بقى. يبقى كلمة فقه هنا تعني الفهم والتدبر والتعمق في الوصول إلى المعلومة. خلاص؟ والحديث نفسه كلمة القاف بتاعت ما يريد الله به خيرا يفقهه
مرة تتقري بكسرها، ومرة تتقري بفتحها، ومرة تتقري بضمتها بالضمة. والافضل الضم. ده أفضل الدرجات. اعلى درجات. طب كل واحدة من دولي لها معنى؟ كل واحدة من دولي تدل على درجة. فلما أقول ما يريد الله به خيرا يفقهه، يبقى ده مبتدئ لسه كي جي 1 وهيتعلم. كسر. طب يفقهه يبقى يفقهه، يبقى القاف مفتوحة، يبقى معنى كده انه اتعلم دي التانية. وكان أمي، ثم بدأ يستعد انه هو يقول اللي اتعلمه، يعني بقى أمين على العلم يوصله لغيره. خلاص؟ طب وبالضم بقى ويفقهه بضم القاف، لا ده هو مش بس جاهل ويتعلم، ومش بس اتعلم وممكن يقول اللي علمه يقوله صح، ده بقى أستاذ ومرجع الناس ترجع إليه في هذه المسائل. يبقى ده أعلى درجات الإيه؟ الفهم. يبقى في درجات 3 هم: مبتدئ، ثم متوسط يقدر اللي درسه كويس يقدر يقوله، ثم متخصص وفاهم يقدر يعلم الآخرين الجاهلين اللي ما يعرفوش أي حاجة خالص، ويقدر يرد على أي سؤال حد يسأل في المسائل دي. طيب يبقى الفقه عندي هنا في الحديث النبوي موجود، وموجود في القرآن الكريم، بمعنى الفهم والتدبر والتعمق والوصول إلى حقائق الأمور التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة. طيب يبقى هخش بعد كده على كلمة الفقه الإسلامي. فقه الإسلام أو فقه الأحكام. يعني ايه فقه الإسلام وفقه الأحكام؟ هل في علم اسمه علم الفقه؟ عندنا علم اسمه علم زي علم العقيدة. علم العقيدة احنا قلنا علم الإيمان بالست أركان، المواضيع ديت، والرد على شبهات الأعداء والمنكرين والملحدين، وإثبات قضايا الإيمان وكيفية تحويلها إلى سلوك وترجمتها إلى عمل. يبقى عندي دي اسمها علم الإيمان. طب والحديث؟ المصطلح، القول والفعل والتقرير والصفة الخلقية والخلقية، ده اسمه علم حديث. طب والتفسير ومدارس التفسير اسمه علم التفسير ومدارس التفسير. يبقى دي اسمها علوم مختلفة. طب امال علم الفقه يبقى ايه؟ علم الفقه يبقى هو العلم، هحط بقى 6 كلمات، وال6 كلمات دولي هشتغل عليهم، سيبه شغال. هو انت جدع انت مسلط علينا النهارده ولا ايه؟ غريبة والله. اكل وكل، شرب شاي وشربت، عايز ايه تاني بقى؟ بنسيبنا نشوف شغلنا بقى؟ لا. يبقى عندي هنا في الاحكام علم اسمه علم فقه الاحكام. طب ايه هو علم فقه الاحكام بقى دوت؟ هحط 6 كلمات لازم احفظهم حفظ وافهمهم فهم. طب ايه هم ال6 كلمات دول؟ لما اقول ما هو تعريف علم الفقه؟ فقه الاحكام. يبقى لا، عد، هنقول 6 كلمات. ماشي. هقول اول كلمه اهي، عد معايا على صابعهم: العلم بالاحكام. دي 2. الشرعيه. بالاحكام الشرعيه. العمليه. من ادلتها التفصيليه. ادلتها التفصيليه. رقم 6 بالاستدلال. يبقى عندي 6 كلمات. لما اجي اتكلم على علم الفقه يعني ايه يا سيدي؟ هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه بالاستدلال. خلاص؟ طب اول كلمه بيقول علم يعني ايه؟ يعني في معلومات وابواب وتفاصيل ومصادر للعلم دوت، مش كلام جهجهوني كده ولا وعظ عام. انا ممكن اجيب قصه واقولها للناس كده من باب الموعظه واوعظ. لا، ده لما اقول فقه يبقى علم يعني ايه؟ علم له مراجع وله كتب وله ابواب وله تفاصيل لازم ادرسها، مش كلام وعظ عام اللي يجي على بالي اقوله. لا، اذا هو علم يعني ايه؟ له مراجع وله كتب وله اساتذه متخصصين لازم اتلقاه من مصادره. يبقى علم له مصادر، ادي واحد علم. طب علم بايه؟ بالاحكام. طب انا عندي علم حديث وعندي علم تفسير وعندي علم عقيده. قال لك علم بالاحكام. طب احكام يعني ايه؟
أحكام يعني قرار إنك تعمل أو قرار إنك أنت ما تعملش. في قرار يقول اعمل وقرار يقول ما تعملش. راح واحد رافع دعوة على واحد في محكمة عشان قرشين ولا بتاع، حكمت المحكمة عليه وينفذ الايه؟ حكم الايه؟ القاضي. يبقى حكم القاضي ده عبارة عن ايه؟ عن قرار شاف فيه مين صاحب حق يعمل ايه ما يعملش ايه. طب ممكن القاضي ده يغلط؟ ممكن، بشر، ممكن يظلم. بعضكم ألحن حجة من بعض، وإنما أقضي بما ظهر لي. ماشي يا عم، يبقى حكمه يمكن أن يرد. خلاص. طب والحاكم المسؤول، رئيس الدولة، الملك، الأمير، بيدي مرسوم بقانون. ممكن المرسوم بقانون كل الناس هتنفذه إجباري، حتى لو غلط بينفذوه. طب وبعدين ممكن يغلط؟ ممكن يغلط. ده حكم برضه. لكن الحكم ده ممكن يكون ظالم، ممكن يبقى ظالم، وممكن يكون عادل، ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، وممكن بعد فترة يشتغلوا بيه شوية يفاجئوا انه مش نافع، انه يعدلوه وغيروه. يبقى ده حكم وده حكم. لكن لما اجي اقول علم باحكام، يبقى لازم في وصف للاحكام دي، عشان ما تبقاش حكم القاضي اللي هيرجع في كلامه، ولا حكم الملك ولا الرئيس اللي ممكن يظلم ويعدل الحكم بتاعه، ولا يجي واحد بعد منه يغيره. يبقى لابد الاحكام دي تكون ايه؟ شرعية. يعني ايه شرعية؟ يعني مصدرها من شرع الله. يبقى لابد ان تكون هذه الاحكام منين؟ جايه منين؟ من الشرع نفسه. والشرع ده من عند مين؟ شرع الله. من عند ربنا والرسول عليه الصلاه والسلام. مصدر الشرع مين؟ ربنا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح في سوره الشورى. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم جاي منين الكلام بتاع النبي؟ قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أتاكم الرسول فخذوه. إذا عندي هنا يبقى الفقه هو العلم بالأحكام، والأحكام دي علشان تبقى معصومة وأحكام ملزمة ولابد منها تاخد الصفة الثالثة بقى، دي الكلمة الثالثة، تكون أحكام إيه؟ شرعية. طب وبعد منها الشرعية دي لازم تكون كمان إيه؟ عملية. طب عملية يعني إيه؟ يعني فعل، افعل ولا تفعل. طب في احكام قوليه؟ ما ربنا يقول: فاعلم انه لا اله الا الله. انت تعلم لا اله الا الله عشان تقتنع بيها، عشان ايه؟ تقول. طب احنا في الفقه هناخد قال ولا هناخد فعل؟ الفقه هو الفعل، احكام شرعيه عمليه. يبقى اذا الاحكام المتعلقه بالاحكام الشرعيه العمليه يبقى المقصود بها افعال ونواهي. افعل ولا تفعل، اوامر ونواهي، حلال وحرام. يبقى هنا الافعال هنا هو المقصود بها هنا هو ايه؟ العمليه مقصود بها ايه؟ الفعل والترك، الامر والنهي، الحلال والحرام. يبقى عندي الاحكام دي ده اسمه فقه بقى. يبقى العلم بالاحكام الشرعيه العمليه. طب هنجيب العمليه دي منين؟ من ادلتها التفصيليه. وقلنا عمليه يعني ايه؟ افعل ولا تفعل. هقوم اتوضا، ده فعل ولا مش فعل؟ فعل. هقوم اصلي ركعات، يبقى ده فعل. هصوم، فعل. هزكي، فعل. هبيع، هشتري، هيتزوج، هيطلق، ده اسمه فعل. افعال اهي. يبقى افعال المكلفين. المكلف اللي هو مين؟ انا وانت. كل مسلم بالغ عاقل اسمه مكلف. مكلف يعني ايه؟ مأمور من الله ان ينفذ، مأمور من الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينفذ. خلاص. يبقى عندي نوع تعريف الفقه والعلم بالاحكام الشرعيه العمليه. وبعدين هجيبها منين؟ من ادلتها التفصيليه. من ادلتها التفصيليه. طب ايه ادلتها التفصيليه بقى؟ هقول الادله مصادر. هجيب منين الحكم؟ يقول لي اعمل ولا ما تعملش. يبقى في مصادر. طب ما هي هذه المصادر؟ في 3 مصادر متفق عليها، وفي مصادر مش اسمها المصادر التبعيه. يعني ايه مصادر التبعيه؟ بنكمل بيها ونوصل بيها للحكم. يبقى عندي مصادر اجماع ومصادر تكميليه اذا احتجت عشان اعرف بيها الحكم الشرعي. طب المصادر اللي هي زي ايه؟ اول مصدر عندي القرآن الكريم، لان ده الشرع بتاع ربنا. قلنا احكام شرعيه، يعني نجيبها منين؟
من كلام ربنا أو معناه. طب تاني مصدر أعرف بيه الأحكام الشرعية منين؟ من السنة النبوية، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. يبقى السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر معرفة الأحكام، افعل ولا تفعل. طب رقم 3 المصدر الثالث اللي هو إيه؟ اللي هو الإجماع. الإجماع، إجماع يعني إيه؟ يبقى إذا أجمع الصحابة على أمر يبقى أكيد جابوه من مين؟ من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجتمع على باطل. طب الأئمة الأربعة أئمة الفقه الإسلامي عند أهل السنة إذا أجمعوا على حكم يبقى جابوه منين؟ مش من دماغاتهم، إنما جابوه من القرآن ومن السنة ومن الصحابة. يبقى عندي ال3 مصادر دول اللي متفق عليها في معرفة افعل ولا تفعل: القرآن، السنة، الإجماع. طب في حاجات تانية؟ أيوة، هم 11 دليل. اما جاء واحد يقول لي والله أنا مش عايز غير القرآن والسنة بس عشان أعرف الأحكام، طب وبقية الأمور اللي مش هتفهمها مش هتقدر توصل لها بآية أو حديث هتجيبها منين؟ احنا عندنا 11 مصدر، 11 دليل. خلاص؟ ما اقفش عند الآية القرآنية بس أو عند حديث الرسول بس، لأن بالظبط أهو ده هتجيبه منين؟ لكن يمكن الإجماع دوت تقدر تجيبه منين؟ هتجيبه من إن الصحابة اتعلموا من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما دام الصحابة اتفقوا على الأمر إذا هذا الأمر أخذوه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب وفي حاجات تانية غير الإجماع؟ أيوة في حاجات تانية. زي إيه؟ حاجة اسمها القياس، حاجة اسمها الاستحسان. دليل اسمه القياس، دليل اسمه الاستحسان. خلاص؟ دليل اسمه سد الذرائع، دليل اسمه العرف، دليل اسمه قول الصحابي إذا لم يكن له معارض، دليل اسمه المصلحة المرسلة، دليل اسمه العرف، دليل اسمه الاستصحاب، دليل اسمه شرع من قبلنا، ما ورد في الأحكام في اليهودية أو المسيحية أو عند الأنبياء السابقين وذكره القرآن الكريم وما لغهوش. يبقى أصبحت دي كلها المصادر اللي أعرف من خلالها الإيه؟ الحكم الشرعي. يبقى حتى نتعرف على الأحكام الشرعية لازم نرجع للأدلة الإيه؟ التفصيلية. إيه الأدلة التفصيلية دي؟ رقم 1 القرآن الكريم، السنة النبوية. خلاص. رقم 2 السنة المطهرة، خلاص. رقم 3 الإجماع، اللي هو بس إجماع مين؟ مش أي حد برضه، خلاص. طيب بعد الإجماع من مصادر اللي أتعرف بيها على الأحكام الشرعية القياس عند الجمهور. القياس يبقى رقم القياس يبقى بقيس شيء. رقم 4 يبقى عند القياس بقيس شيء على شيء، شيء وارد له دليله، وارد له في القرآن أو في الحديث حكمه، يبقى اللي يشبهه من أمور هتيجي بعد كده هاخده بالقياس، أقيس ده على ده، ما دام يساويه في العلة يبقى خلاص ياخد نفس الحكم. 5 زي حكم القياس اللي هو إيه؟ مثلا الخمر كان زمان عبارة عن العنب، لما يتخمر بقى اسمه خمرة يبقى يقام عليه الحد. طب ده أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة صلى الله عليه وسلم. طب بعد كده النهارده في بانكو، بعد كده النهارده في ستروكس، بعد كده في شم، بعد كده في قرقشه. لو جيت قلت بس ما فيش غير الدليل القرآن والسنة بس، على طول يقول لك بس يا عم الحشيش حلال، الأفيون حلال، البانجو حلال، البيرة حلال، الويسكي حلال. انت النبيذ هو اللي ابو عنب ده هو اللي كان اياميهم، يبقى هو ده اللي حرام. نقول له لا، ده بالقياس اخذه ائمه المسلمين، بالقياس انه يقيس الشيء على حكم شيء واضح له حكمه في القرآن او السنه، ما دام الاثنين هيشتركوا في العله بتاعت الاثنين هتبقى ايه؟ السكر وضياع العقل. ما دام هيودي عقله في داهيه ويقول امان يا لالي، اذا يتساوى مع النبيذ في حكمه. يبقى عرفنا ان في ادله اهي تكميليه وتبعيه اخذ بها ائمه المسلمين، ويجي يقول لك لا ماليش دعوه بيه، ما ناخد من دليل من نص القران بس والحديث النبوي. يبقى انت هتسقط احكام، وكل ما يستجد من كبائر وصغائر وجرائم
في العصر بتاعك هتقول انها حلال لانه لم يرد بها نص صريح. صح. اذا في مضمون النص بقى وفي علة النص، يبقى لازم تخش بقى هنا. ائمة الفقه يقولون ان القياس عند جمهور الائمة حجة ودليل ومصدر للتعرف على الايه؟ على الحكم الشرعي، اعمله ولا ما اعملوش. طيب بعد القياس يا دكتور. نعم. بعد القياس 5. ما انا ماشي اهو، حاضر معاك اهو، ما تستعجلنيش ولا انت عايز تمشي تلحق القطر؟ لا والله انا معاك. طيب يبقى لازم في القياس ابص برضه ادور على العله عشان ما يبقاش اي قياس وخلاص. على العلم. طيب العله، السبب يعني. السبب. عشان الاثنين هيتشابهوا مع بعض واخد حكم ده اللي مانيش لاقي له نص الحقه باللي له نص. طب سبب ايه؟ ان الاثنين يشتركوا في سبب واحد يبقى الحكم واحد. طيب رقم 5 من مصادر التعرف على الاحكام الشرعيه مذهب الصحابي. مذهب الصحابي احنا قلنا زمان، قلنا في الاول الاجماع دليل متفق عليه. طب افرض ما فيش اجماع، في مساله استجدت وعايزين نسال فيها ومش لاقيين حد يقول لنا ايه او حديث صريح في الحكم، يبقى في الحاله دي نبحث عن الصحابه اللي كانوا موجودين، هل حد فيهم قال في المساله دي حكم؟ لو واحد قال حكم وما لقاش حد يعارضه ويقول له لا احنا حضرنا مع النبي عليه الصلاه والسلام حكم تاني، يبقى في الحالة دي قول الصحابي المنفرد إذا لم يعارضه معارض دليل وحجة نستدل به. طب ليه دليل؟ ليه؟ ده بشر زينا وزيه. قال لك لا، لأنه أصلا تربى على إيد مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح كلامه حجة علينا فيما فهمه، لأنه لن يفهم ذلك إلا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذن قول الصحابي حجة إذا لم يكن له معارض من قرآن أو سنة أو إجماع الصحابة. خلاص؟ يبقى ده دليل برضو من الأدلة اللي بعرف بها الأحكام. طيب عندي برضو من الأحكام رقم 6 أعرف الأحكام إزاي؟ من خلال الاستحسان. استحسان يعني إيه؟ نقيس مسألة استجدت في المجتمع بتاعنا مش لاقين لها حكم او مش شايفين لها حكم بنص آية او حديث. طيب هل يا ترى نعرف نجيب حكمها منين؟ قال لك من خلال الايه؟ الاستحسان. نشوف الافضل حاجة، نشوف اقيس المسألة دي بحاجة تانية لها حكم واقول اللي يستحسن اعمله ايه واللي يستحسن اتركه ايه. زي حديث مثلا بيقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يبقى ده اسمه ايه؟ الاستحسان. اهو انا بدور على الافضل لك ايه، الافضل ايه اللي هيورطك ولا ايه اللي هيحميك. يبقى دور على، حتى لو مسألة مش لاقي لها نص ظاهر، يبقى دور على الايه؟ الاستحسان كدليل يعرفني الحكم. زي مثلا صقر السباع، الريق بتاع السبع او الطيور حكمه ايه؟ السباع بتنزل تشرب ميه من الخلجان ومن النيل ومن البحار، ها، هي والطير. طب وفيهم حاجات جوارح، فيهم جوارح، وفيهم حاجات محرمه، فيهم حاجات محرمه. زي ايه؟ زي الكلب مثلا. خلاص. طب نزل شرب. طيب النسر، الغراب، الصقر، الحدايه، العقاب، كل دول بينزلوا يشربوا من الحاجات دي. هل هقول بقى انها نجسه؟ قال لك لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال لما واحد سأل قال له يا صاحب البئر أترد عليك السباع أم لا ترد؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تجبه فإنه متكلف، سيبه فإنها ترد علينا ونرد عليها. احنا كلنا بنشرب من ميه واحده، لو قعدنا بقى نمسك على الواحده ما انتش شارب ميه خالص نهائي، لان كله بيشرب منين؟ من البحر، بيشرب من النيل. يبقى هتحرم عن نفسك شرب الميه من النيل الا اذا كانت تجي لك الميه معقمه من السماء من فوق قبل ما توصل لك. يبقى ما تنطعش بقى المساله كده وتقفلها على نفسك. فاعتبروا بذلك ان قاس دي او استحسن ان ده وده الاثنين يتساووا مع بعض في الحكم في الطهاره. ما اقدرش اقول انه نجس ونجس للنهر ونجس للنيل، يبقى نغسل النيل وننضفه 7 مرات ولا يبقى بالتالي عمرنا ما هنشرب ميه وهنموت من العطش.
يبقى الاستحسان وسيلة من الوسائل التمييز والتعرف على الأحكام، وسيلة زي القياس قلنا من شوية برضو مهم جدا في التعرف على أحكام بأسماء جديدة ظهرت النهاردة لكن ما كانش موجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب رقم 7 من دلائل التعرف على الأحكام والمصادر حاجة اسمها شرع من قبلنا. شرع من قبلنا زي إيه شرع من قبلنا؟ شرع سيدنا موسى عليه السلام مثلا، شريعة سيدنا موسى جاءت بتحريم أشياء على بني إسرائيل، خلاص. شريعة سيدنا عيسى جاء سيدنا عيسى ليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليه. شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لتبيح لنا أمور وتحرم علينا أمور وتقدم لنا أحكام جديدة، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الآية. ثم قال الله بعدها إيه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الشحوم بتاعت البقر والغنم محرمة عليهم، الدهنة محرمة عليهم. يبقى ده اسمه شرع من ايه؟ من قبلنا. لو احنا هنقول احنا ماشيين ورا بني اسرائيل يبقى شحوم البقر والغنم حرام علينا. لكن طالما الآية قبل منها قالت إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يبقى أباحت لنا ما كان محرما على بني إسرائيل. أباحت لنا أكل الإيه؟ الدهون واللي هي بتاعت الخروف وبتاعت البقر والإيه والغنم اللي كان محرم على بني إسرائيل من باب العقوبة. يبقى حكم الإسلام نسخ ما كان موجود في حكم إيه؟ بني إسرائيل في المسألة. بالتالي بقى في عندي دليل بيلغي هذا التحريم. نسخ منسوخ. خلاص بالظبط. يبقى عندي هنا أول: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. النخاع بتاع العظم والفشة والكلاوي والحاجات دي كلها، خد بالك؟ يبقى ده ربنا أباح لنا إحنا كمسلمين هذه الأمور، مع إن ربنا كان محرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر، يبقى محرم عليهم، غير إنه يكون لحمة مصفية بس، غير كده ممنوع من باب التأديب لهم، لأنهم قعدوا يلعبوا في بقرة وتوهوا سيدنا موسى عليه السلام في يذبحوا بقرة ما لونها ما مش عارف إيه، فربنا شدد عليهم كما شددوا على أنفسهم. خلاص، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إذن في أحكام موجودة في شرع من قبلنا، تبقى هذه الأحكام معنا قائمة. إذا جت في عند سيدنا موسى أو جت عند سيدنا عيسى يبقى الأحكام دي ماشية علينا برضه، إلا إذا جاء القرآن وجاءت أحاديث الرسول تبيح لنا ما كان ممنوعا عليه. يبقى إذا أنا عندي من مصادر التعرف على الحكم الشرعي أجيبه برضه من خلال أشوف شرع إيه من قبلنا. شرع إيه من قبلنا، وده الدليل رقم كم يا سيدي؟ قلنا 7. طب رقم 8 برضو من أتعرف على الأحكام إزاي؟ بحاجة اسمها المصالح المرسلة. يعني إيه المصالح المرسلة؟ في شيء يفيد المسلمين فعله ويمنع عنهم ضررا ولم يكن موجودا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمه إيه؟ مصلحة. بس هنفرق هنا في المصلحة بين عندنا النهاردة مصلحة ومصلحة، لأن احنا في زمن النهاردة المصلحجية كتير، وإذا مشينا ورا المصلحجية نقول الحكاية الدين بتاعنا دين المصلحة، ممكن نبقى كلنا انتهازيين. كل واحد يقول لك اللي تعرف تغلبه العبه، يبقى مشي غلط وقول يلا انت بقى كده، ما هو الدين بتاع مصلحة. نقول له لا، ده الإسلام فرق بين المصلحة المعتبرة اللي ربنا عاوزها ليك واللي الرسول صلى الله عليه وسلم عاوزها ليك، وبين المصلحة الشيطانية لانتهازية للشيطان، هيقول لك اعملها عشان تبقى انت الواد الفهلاوي، علمها عشان تبقى انت فتوة.
يبقى اصلح طريق خد بالك، يبقى اسمها المصالح المرسلة. كل ما يفيد المسلمين فيما استجد من أمورهم في معاشهم أو في حياتهم ويحتاجون إليه ليفيدهم، بقى اسمها مصلحة إيه؟ معتبرة. ومعتبرة مين اللي يعتبرها؟ مين اللي يعتمدها؟ الشرع، الدين نفسه. مش هجيب أقول مصلحة للبنات والستات المساكنة، يبقى تروح تنام مع الراجل كم قبل الجواز وتجرب معاه وتسافر مع العيال ومش مهم وده مش حرام، اهي مصلحة. اهي بتتعلم ازاي تتعامل مع الرجالة قبل ما تتجوز وتقع في ايد واحد، يبقى تبقى فاهمة عشان ما تضحكش عليها. يا نهار اسود، يبقى انت تقول انضحك عليها في شرفها وتخالف شرع ربنا، تمشي في الفواحش وتقول ان دي مصلحة؟ لا دي مش مصلحة بقى، دي بجاحة وتناحة، دي بجاحة وتناحة وفاحشة وجرم وتعدي على الشرع. فلا قيمة لأي مصلحة تخالف شرع الله، ولا قيمة لأي مصلحة تناقض كتاب الله أو سنة رسول الله، ولا قيمة لأي مصلحة تخالف أهداف الإسلام اللي جاي الإسلام يعملها. إذن المصلحة هنا لازم تكون مصلحة إيه؟ معتبرة. نوسع شارع، مصلحة من غير ما نأذي حد، خلاص. نبني كوبري، يبقى مصلحة هتفيد الناس. نغير وسائل المواصلات ونعمل وسيلة أكثر راحة للناس، يبقى لها مصلحة. يبقى بنعيد، بس هذه المصالح تكون إيه؟ معتبرة، تعود بالفائدة على المسلمين. زي ما سيدنا أبو بكر الصديق رأى أن مصلحة المسلمين أنه يجمع لهم المصحف مرتبا بترتيب الجامعة الأخيرة، مش بترتيب النزول. كل واحد ما عنده المصحف بتاعه كاتبه خط إيده، خلاص كفاية، وحافظوا على كده. بس حافظه بحسب نزوله، حسب مقابلاته للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما يعرفش ايه اللي اتقدم وايه اللي اتاخر. الرسول قال عليه حط دي هنا ودي هنا ودي هنا، زي ما قاله جبريل في اخر مره. اذا لابد ان يكون فيه ترتيب جامع على الختمه الاخيره. سيدنا ابو بكر راح عامل مصحف جامع عشان يجمع المسلمين على مصلحه راجحه ومهمه ومعتبره، في انهم يعرفوا ان الترتيب النهائي للمصحف هو بهذه الكيفيه، والخطوط اللي موجودة فيه هي بالقراءات التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يختلفوش فيما بينهم. يبقى في فوائد معتبرة اعتمدها. لذلك جمع المصحف الكريم في مصاحف أو في مصحف واحد على سيدنا أبو بكر. وجي سيدنا عثمان نفذ الفكرة بس على أوسع شوية، بدل مصحف واحد عمل لكل بلد مصحف يتحط هناك فيها أرشيف كده، الكل يرجع له، دار كتب أو مكتبة أو مطبعة، الكل يراجع كل اللي هو حافظه واللي تلقاه من صحابة أو من أبناء الصحابة، يراجعوا على المصحف لسيدنا عثمان. إيه؟ جمع كل الصحابة وخلاهم يكتبوه بخط واحد، اللي في مصر زي اللي في العراق، زي اللي في سوريا، زي اللي في مكة، زي اللي في المدينة، زي اللي في أستانا، زي اللي في الحبشة، زي اللي في المغرب. بقى اسمه إيه؟ مصلحة واحدة تجمع المسلمين على كتاب الله. طيب في عندي حاجة اسمها دليل تاسع، وهو اسمه سد الذرائع. من الأدلة اللي أعرف بيها الأحكام برضو، وأعرف أميز إيه اللي أعمله وإيه اللي ما أعملوش، قاعدة اسمها قاعدة سد الذرائع. يعني إيه سد الذرائع يا سيدي؟ يبقى سد الذرائع دوت يعني إيه؟ الذريعة يعني الوسيلة اللي تجرجرني وتزقني لحاجة تانية، خلاص؟ ما يدفعني إلى فعل شيء، اسمها ذريعة، سبب يعني. ففي قاعدة بتقول سد الذرائع، إذا كان الوسيلة دي هتجرجرني لحاجة فيها خطر، أمنع الإيه؟ الوسيلة اللي هتجيب خطر. اللي بالمثل البلدي اللي احنا حافظينه واللي أبهاتنا خدوه من علم أصول الفقه، وهو إيه؟ الباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح. هذه اسمها قاعدة سد الذرائع. يعني انت الشباك بتاعك انت حر فيه، افتحه وتقفله. الباب بتاعك حر تفتحه وتقفله. لكن افرض لو فتحته جالك شويه تراب، هيجي لك تراب، يبقى سده من باب منع الاذى اللي عليه. فتحته لقيت واحده قلعه قط في البيت اللي قصادك، هتبصبص، يبقى سد الايه؟ مع انك اصلا من حقك تفتح، من حقك تقفل، خلاص. فتحت التلفزيون لقيت مناظر ميصه، تفتح التلفزيون وتقفله او الموبايل وتقفله، ده من حقك ومش حرام في حد ذاته تفتحه او تقفله. لكن ما دام هيعرض لك حاجه وحشه
لا، يا تحذف الحاجة الوحشة يا تنقل على حاجة تانية فيها حاجة حلوة، يا إما تقفله. يبقى ده اسمه باب إيه؟ سد الإيه؟ الذرائع. يعني هو غلق المنافذ التي ليست حراما لكن ممكن أن تؤدي إلى الحرام. خلاص؟ حتى نمنع بوابات الإيه؟ الحرام. يبقى ده اسمها قاعدة إيه؟ سد الذرائع. خلاص؟ يبقى هذه القاعدة من قواعد الأحكام. ومثالها سيدنا عمر بن الخطاب قطع شجرة بيعة الرضوان مع إنها شجرة منصوص عليها في القرآن الكريم. طب قطعها ليه؟ الصحابة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على شجرة البيعة دي ويفتكروا إنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا نزل آية الرضا في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شيء يفخروا بيه ويفرحوا بيه. بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم جم بقى أبناء الجيل الجديد اللي بعد كده ما حضرش البيعة دي أصلا، لكن معدي يقول دبهاتنا كانوا هنا إيه بيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية في الشجرة دي. طب نصلي ركعتين عندها. فبدأوا يصلوا ركعتين. ماشي، صلي ركعتين مفيش مشكلة. جعلت لي الأرض مسجدا للطهور والتطهير. شوية بدأت الناس تيجي مخصوص وتلف حوالين الشجرة. الله، سيدنا عمر بص كده قال الله، ده دول هيبتدوا يعملوا تعبدات، والتعبدات دي هتتطور مع الجيل اللي بعدهم. يقول الله، ده الحتة دي بركة، بركاتك ستنا شجرة، مدد ستنا. الله، بدخلنا في ايه؟ في أبواب تفتح علينا أبواب الشرك اللي الإسلام بيسده. فأمر سيدنا عمر في عصره أن تقطع الشجرة. طب ليه تقطع الشجرة؟ ده فيها نص قرآن منعا لما سيؤدي إليه. جهل الناس فيما بعد في اعتقاد أن الشجرة تنفعهم أو تضرهم من دون الله، فأنا شلتها خالص من على الأرض عشان ما يبقاش في حد يجي يدعوها من دون الله بجهل ويقول ما أصلها شجرة في القرآن الكريم. يبقى إذن هنا هو باب سد الأبواب المفضية أو التي تؤدي إلى ما يخالف الشرع. ذلك أمر من أمور الإسلام ومصدر من مصادر التعرف على الأحكام، نفعلها أو لا نفعلها. طيب، يجي بعد كده في حاجة اسمها العرف. العرف اللي هو إيه؟ في كلمة احنا نقولوها كده في البلدي أو بعض الناس يقولوها في بعض البلدان، يقول لك احنا عندنا الجوازة لازم البنت ما تشوفش الخطيب بتاعها غير لما يتكتب الكتاب. الله، ايه يا عم ده؟ يقول لك ده سلو بلدنا كده. ايه اسمه ايه؟ يقول لك سلو بلدنا كده. يعني ايه؟ عندنا عرف متعودين على كده. في حته تانية يقول لك لا، ما دام جه وطلب ايدها، طب ماشي مفيش مانع، يروحوا النادي، يروحوا يقعدوا مع بعض ويسافروا ويطلعوا رحله مع بعض. لا لا لا، ايه ده يا عم انت؟ يقول لك ده سلو بلدنا كده عادي، ما الناس بتتعرف على بعض فيها ايه؟ من غير محرم يا عم، من غير محرم. يبقى ده اسمه عرف. العرف ما تعود عليه جمع من الناس على فعله وصار امرا عاديا لا يلامون عليه. وممكن الكلام ده يكون في شيء منهي عنه زي شرب السجاير. تعرفوا على بعض، يا مرحبا اهلا وسهلا حبيبي، يروح مطلع له علبه سجاير اتفضل واديله ولع له، بقى في عزومه، ويعتبر نفسه انه من العيب ان هو ما يعزمش عليه بسجاره يدخله جهنم بيها. ده بقى عرف عنده. خلي شوف الراجل الناقص ازاي يستقبلني وما يعزمش عليا بسجاره. لا لا لا، خبر اسود، يعزم عليك بمعصيه. ما هو بقى المعصيه اتحذفت من العرف وبقت امر عادي، وبقى العكس هو اللي بقى هو الايه؟ انقلبت الاوضاع. اذا العرف بينقسم الى قسمين: عرف فاسد وعرف معتبر. العرف الفاسد هو ما يخالف اصلا شرع الله كتابا او سنه. طب وهذا العرف الفاسد له قيمه في الاسلام؟ لا قيمه له في الاسلام، لا يعتد به. انما يعتد بالعرف الايه؟ المعتبر الذي يتوافق مع اصل الاسلام، مع الكتاب والسنه. اما اذا خالف الكتاب والسنه او خالف اصول الاسلام بقى اسمه عرف ايه؟ فاسد مردود على اصحابه. فالعرف معتبر
طب مثال للعرف المعتبر، مثلا النهارده بتروح تشتري، كان زمان او الايه القرانيه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فرحت لواحد قلت له انا عايز اشتري البضاعه دي، قلت له اتفضل يا عم شيل توكل على الله. قلت له لا اكتب. يبقى اكتبوه، يبقى اكتب عقد واكتب وصل عليا عشان ادفع لك الفلوس. خد بالك؟ لا بقى في النهارده سلم واستلم من غير ورق ومن غير كتاب. هو ده العرف المشروع الموافق للشرع. سلم واستلم، مش محتاجه كتابه بقى، لان في تراضي وفي شهود او في ثقه متوافره ومفيش خوف من الخيانه او غيره. مش محتاج لازم كل حاجه استنى ما نكتب الاول. تكتب يا عم، يعني محتاجه كتابه؟ اروح اشتري سندوتش طعميه او اقول له استنى ما نكتب عقد بيننا وبين بعض انك تديني سندوتش طعميه وادفع لك مبلغ قدره قد كذا مقيم مقابل انك انت تعمل لي سندوتش؟ يبقى ده بقى في تعنت. يبقى عندي هنا العرف بينقسم الى قسمين: عرف فاسد الذي يدعو الى محرم او مخالفه الشرع، ده مرفوض، لا قيمه له في الاسلام، لا ينشئ حكما ولا ينشئ تشريعا. طب والحكم العرف الذي تعود الناس عليه من باب تسهيل امورهم فيما يتراضون فيه دون ان يخلوا باحكام الشرع، او ده اسمه عرف ايه؟ اسمه عرف معتبر ويعتد به ويؤخذ به في التعرف على الاحكام. يبقى عندي هنا هو اسمه عرف مشروع او عرف مقبول، عرف صحيح وليس بعرف ايه؟ فاسد. خلاص؟ طيب رقم 11. وده برضو بيرجع العرف دوت هنا في اعتباره موافقته لمصلحة المسلمين، ما فيه مصالح المسلمين. طيب في رقم 11 من أدلة الأحكام أو التعرف على الأحكام ومصادرها حاجة اسمها حكم الاستصحاب. الاستصحاب يعني ايه الاستصحاب؟ يعني هجيب الحاجة دي والحقها بمسألة تانية. أجيب المسألة اللي ملهاش حكم والحقها بمسألة أخرى معروف حكمها، أو أصحب دية بجانب ما له حكم، فبالتالي أوصل لحكم المسألة المستجدة. زي مثلا إيه؟ واحد جه هذا الشخص حضرتك وقال أنا عايز أشرب مية، فلا إزازة مية وراح ماسك إزازة المية يشربها. تاني قال له لا استنى يا عم. إيه يا عم في إيه؟ ده إزازة مية محطوطة أهي، قربة مية أهي محطوطة أهي، وقربة المية دي موجودة. الله يبارك لك. ماشي، ربنا يجزيك كل خير. قربة المية موجودة أهي. تاني قالوا له استنى ما مش عارفها، ما جايز المية دي محطوط فيها خمرة، محطوط فيها سكر، ما تشربش منها لما نتأكد الأول. نقول له لا، ده شكلها مية قصاد مننا اهي، وإزازة محطوطة اسمها شكلها قصاد مننا إزازة مية، محدش هيحطها كده إلا إذا كان بيشرب منها وسابها اللي عايز يشرب. طب نعرف إنها حلال بناء على إيه؟ استصحاب الأصل. الأصل في المياه اللي موجودة في أي مكان إنها مية إيه؟ للشرب وحلال، مفيش فيها حرمة. خلاص؟ إلا إذا حد عمل علامة إكس أو خلط عليها حاجة وشفنا، يبقى نستصحب الأصل، نرجع للأصل. فالأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يثبت العكس، مش الأصل في الأشياء الحرام إلى أن يثبت الحل. ده في صفة عامة، إلا في الفروج في العلاقات بين الرجل والمرأة. الأصل في النساء وفي الشرف الحرمة إلى أن يثبت العكس. خلاص؟ يبقى عندي هنا في حاجة اسمها استصحاب الأصل عشان أعرف به الحكم لمسألة أنا مش متأكد منها. طيب واحد اتولد واللي اتولد موجود جنب مننا، بس أبوه كان له مشاكل مالية معانا، نقول
يجي يتعامل معايا وما اقول له لا 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 مش هتعامل معاك. ليه مش هتعامل معايا ليه؟ انتوا بتاكلوا حقوق الناس. طب انا اكلت منك حاجه؟ اكلت عليك حاجه؟ فكلا العيله بتاعتكم كده، عيلتنا كده. طب افرض عيلتنا فيها واحد كلك، يبقى انت في الحاله دي ما تتعاملش مع اللي كلك او طالب بحقوقك من اللي كلك. لكن لو واحد تاني من العيله نفسها وجاي يتعامل معاك تقولش لا اصلهم بياكلوا حقوق الناس، يبقى انت كده ظلمتني. ما تتعامل معايا، ولما بقى يحصل تمسك عليا غلطه حاسبني. صح. يبقى هنا في قاعده تقول لنا الاصل براءه الذمه. يولد كل انسان مننا بريء الذمه، ما حدش يقدر يتهمه ولا يوجه له اتهام او لوم طالما انه لسه في بدايته وعلى فطرته، الا اذا عقل وتعلم وبقى يمارس افعال وتصرفات وبدأ يصدر منه الخيانة أو الغدر. يبقى في الحالة دي نتعامل معه بحذر وباحتياطات إذا ثبت منه الغدر أو الخيانة. لكن الأصل على أي إنسان نتعامل معه بحسن نية، وحسن نية طالما أنه لم يغدر وطالما أنه لم يثبت عليه أي شيء محرم. يبقى في الحالة دي الأصل في الأشياء الإباحة قلنا، والأصل في البني آدمين براءة الذمة. أتعامل معاه بحسن نية، ومفيش مانع إن أنا آخد احتياطاتي وأنا بتعامل معاه. تعالى هتبيع هنشتري، طب اكتب ورقة علشان ما تاكلش عليا لحسن ممكن يحصل حاجة فيما بعد. يبقى الأخذ الاحتياط ده واجب، لكن ليس معناه أننا أتهمه بغير بينة أو دليل. خلاص؟ يبقى ده اسمه حكم الاستصحاب، اللي بستصحب فيه المسألة دي بالأصل بتاعها عشان تبين لي حكمها. اتوضيت ودخلت الجامع وقاعد بسمع الدرس اهو، وجه الأذان أذن، الله يا ترى أنا الوضوء بتاعي سليم؟ يا ترى الوضوء بتاعي انتقض؟ يحصل لي شك اهو. طب ما أقوم أتوضى بقى من جديد تاني لحسن كده أنا شكيت وكده الوضوء بتاعي اتنقض. يا عم أنت مش كنت قاعد على وضوء؟ مش كنت لسه مصلي في الجامع؟ مش قاعد متمكن من نفسك ولا قاعد على غير هيئة المتمكن؟ ما هو في قعدة المتمكن أو جلسة المتمكن أو نوم المتمكن، وفي جلسة غير المتمكن ونوم غير المتمكن. جلسة المتمكن لا ينتقد بها الوضوء، نوم المتمكن لا ينتقد بها الوضوء. لكن جلسة ونوم غير المتمكن يعني نايم وتايه ومش حاسس بحاجة وعلى جنب مش على ظهره، المقعدة يعني مش تحتيها حاجة سد المنافذ، لا ده المقعدة منها في الهو إلى السماوات العلى. يا خراب اسود، يبقى هيدمر الدنيا. وبالتالي هنا نقول له قوم اتوضى، لأنك طالما غفلت وانت مش على هيئة المتمكن، لو غفلت وانت قاعد والمقعدة مكتومة بالكرسي اللي انت قاعد عليه او مكتومة بالأرض اللي انت قاعد عليها، يبقى في الحالة دي مش معقولة بقى إلا إذا كانت دربكت الدنيا. عايز نشوف بقى تحت المقعدة في إيه؟ هل في بلل؟ هل في ريحة؟ هل في صوت حصل؟ يبقى هنا الرسول لما جه الراجل يخش في الصلاة، فالرسول قال له يا رسول الله أنا بشك، بس أعمل إيه في الوضوء بتاعي؟ أعيد الصلاة تاني وتالت ورابع وعاشر والشيطان يركبني بالشك؟ قال له لا تخرج من صلاتك إلا أن تجد بللا أو تشم ريحا أو تسمع صوتا. يبقى الرسول قال له لازم شفت أثر أو سمعت صوت أو الريحة فاحت أو عملت اكسبلوجن خربت الدنيا والصوت، يبقى في الحالة دي اجري روح جدد وضوءك تعالى. مفيش الكلام ده، كمل صلاتك وصلاتك مقبولة إن شاء الله بإذن الله. يبقى استصحبنا الأصل فيه إيه؟ اليقين بأن أنا كنت متوضي. ما دام اليقين موجود ومفيش أي دليل يقول إنه تم خرق هذا اليقين، لا بصوت ولا بريحة ولا ببلل، يبقى واصل الصلاة، ينفع تصلي بالوضوء اللي انت كنت عليه، إلا إذا خرج ريح أو سمعت صوت أو وجدت أثر لبلل. ودي قاعدة موجودة استصحب بها معرفة الأحكام. اليقين لا يزول بالشك. الحاجة اللي يقين ما بتزولش بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وإنما
اليقين يزول بيقين مثله. اليقين يزول بإيه؟ بيقين مثله. خلاص؟ فتبين. طيب يبقى عندي هنا هوت الأحكام أو أدلة الأحكام. قلنا كم دليل دلوقتي؟ 11 دليل. يبقى خدنا 11 دليل للتعرف على الأحكام، ودي أساسيات دراسة علم الفقه وعلم أصول الفقه. نرجع تاني علم أصول الفقه. علم الفقه هو إيه؟ الأحكام. علم الواحد، اثنين الأحكام، ثلاثة الشرعية، أربعة العملية، خمسة من أدلتها التفصيلية. طب الأدلة التفصيلية اللي احنا ذكرناهم ال 11 دليل دول لازم أعرفهم. أدي احنا عرفناهم أهو، وعرفنا بنوصل بيهم الأحكام فيه. طب يفضل الستة اللي هي بالاستدلال. يعني إيه بالاستدلال؟ إن كل مسألة لما أجي أتكلم عن الخمرة أقول إن هذه خمر وخمر محرم وفاعلها يقام عليه الحد إذا ارتكبها، والدليل في هذه المسألة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي الآية القرآن وفي الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى جبت الدليل لكل مسألة على حدة، لأن دليل الزنا غير دليل الخمرة، غير دليل القتل، غير دليل الصلاة، غير دليل. وإذا استدلال بالدليل لكل مسألة على حدة يبقى ده جزء من ضمن الفقه. يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال على كل مسألة أطلع لها الدليل بتاعها من القرآن والسنة. اللي مش دارس بقى علم فقه بيعجل، يقول لك لا يجوز لا بأس لا مانع. ايه يجوز ولا بأس وايه مانع؟ ده ايه الكلام ده؟ ده كلام ده كلام مايع. عايزين نقول أحكام، علم وأحكام، وتكون شرعية وتكون عملية وكون من أدلتها التفصيلية، واجيب الدليل لكل مسألة. ما جبتش الكلام ده يبقى الكلام ده كلام مايع، ما ينفعش حد يتكلم فيه ويتكلم في فتوى في مسائل بدون هذا التفصيل وهذا التفصيل. طب علم بقى أصول الفقه هيبقى إيه؟ إذا كان ده علم الفقه نفسه. طب ما العلم أصول الفقه إيه؟ كلمة أصول يعني الأساس، الأصل يعني الأساس. ما أقول المبنى ده قائم على أعمدة، أدي عمود أدي عمود أدي عمود أدي عمود، أعمدة. الأعمدة دي هي الأساس، لكن المبنى كله على بعضه ده تفاصيل المبنى وأدواره. أنا مش هتكلم بقى عن المبنى كله على بعضه، المبنى كله على بعضه ده أحكام الفقه. طب أمال أصول الفقه يبقى إيه؟ هو الأساس الذي تبنى عليه الأحكام. يبقى علم أصول الفقه هو الأساس الذي تبنى عليه الأحكام، أو الأساس الذي تستمد منه الأحكام، أو الأساس الذي تستنبط منه الأحكام. الأساس اللي بتستنبط منه الإيه؟ الأحكام. أو ده اسمه علم إيه؟ أصول الفقه. يبقى أصول الفقه حاجة فوق الفقه نفسه، اللي هي الأساس بتاع الفقه نفسه. أجيب منين الأحكام دي كلها؟ يبقى في قواعد وفي أسس أقدر أعرف بيها الأحكام. يبقى ده اسمه علم أصول الفقه، هو الأساس الذي تستنبط به الأحكام، أو نتعرف به على الأحكام، أو نستدل به على الأحكام. يبقى علم أصول الفقه هو الأساس الذي تستنبط به الإيه؟ الأحكام. طيب هناخد حاجة كمان نختم بيها النهاردة في شغلنا النهاردة في علم أصول الفقه والفقه، حاجة اسمها أقسام الحكم التكليفي. احنا خدنا دلوقتي 11 دليل من الأدلة الشرعية التي نعتمد عليها في الوصول إلى معرفة افعل ولا تفعل، وخدنا 6 كلمات في معرفة علم الفقه نفسه، ب6 و11 17، وخدنا كلمتين في علم أصول الفقه هو القواعد التي يستنبط بها الفقه نفسه. يبقى دي كام؟ 19. خلاص؟ طب في حاجة اسمها أقسام الحكم التكليفي. أقسام الحكم التكليفي. طب الحكم دوت لما أجي أقول افعل ولا تفعل، ده في عبارات معينة نوزن بها الحكم. هذه العبارات المعينة التي نزن بها الحكم موجودة في علم الفقه وفي علم أصول الفقه، لابد ان انا اعرفها كويس. لما اجي اروح اوزن اقول له اديني كيلو طماطم او كيلو برتقان، هيحط حته حديده مكتوب عليها 1 كيلو. طب نص مكتوب عليها نص، ربع مكتوب عليها تمن مكتوب. اذا في موازين توزن الحاجه دي تسوى كذا. خلاص؟ فلما اجي اقول الحاجه دي تسوى افعل،
او تسوى ما تفعلش او حرام، يبقى لازم لها موازين دقيقة زي موازين الاكل والشرب وزي موازين الاشياء وزي موازين اكثر كمان من موازين الذهب نفسه والفضة. دي اسمها الموازين دي اللي تضبط العمل ده يساوي ايه او قيمته ايه في الاسلام، درجته ايه. يبقى دي اسمها اقسام الحكم التكليفي. اقسام الحكم التكليفي هي الموازين التي بها نزن ونعبر عن حكم المسائل المختلفة. طيب الموازين دي جايبينها من القرآن والسنة؟ ايوه. اول ميزان بنوزن بيه الفعل ونقول عليه الفرض او الواجب. الفرض او الواجب، ادي الميزان الاولاني. طب الفرض او الواجب هو ايه؟ هو كل ما امر به الشرع وشدد على فعله، اعمل واوعى، ولو ما عملتش هتروح جهنم. يبقى ده اسمه الفرض او الواجب. طب رقم 2 المستحب او المندوب، اللي امرك به برضو ربنا او الرسول صلى الله عليه وسلم، بس قال لك لو عملته افضل ليك، هتاخد عليه ثواب. ما عملتوش يعني مش هتخش جهنم زي الفرض او الواجب اذا تركته. يبقى درجه اقل من الايه؟ من الفرض او الواجب. بس ايه مطلوب ان احنا نعمله. خلاص؟ طيب رقم 3 حاجه اسمها الحرام او الاضرار. هيصل في رقم 5 لسه هيصل. يبقى رقم 3 الحرام. الحرام اللي هو ايه؟ ما شدد الشارع في النهي عن فعله. اوعى تقرب يميته، لو قربته هتخش جهنم، يبقى في عقوبه جاهزه. يبقى ده اسمه نهى عنه وشدد عليه. طب وفي حاجه بعد الحرام؟ ايوه رقم 4 في حاجه اسمها وزن برضو نوزن بيه الامور، حاجه اسمه المكروه. المكروه ايه المكروه دوت؟ المكروه هو الذي نهى عنه الشرع وقال لك لو تركته افضل لك، لو سبته احسن لك، لكن لو وقعت فيه يعني هقول مش هتخش جهنم زي الحرام، اقل درجه يعني. طب رقم 5 حاجه اسمها المباح. المباح يعني ايه؟ المباح يعني اللي ربنا لا قال لك اعمله ولا قال لك ما تعملوش، سابها لك مفتوحه انت باختيارك. انا هصوم النهارده، انت حر. لا هفطر النهارده، انت حر. طب هسافر النهارده، انت حر. هقعد النهارده، انت حر. يبقى ما دام خيرك بين الفعل والترك بقى اسمه ايه؟ مباح. يبقى ال5 دول موازين معرفة أحكام العبادات، لازم أعرفهم كويس عشان أستخدمهم صح. اللي ما يستخدمش الموازين ديت، الفرض والواجب، المندوب والمستحب، الحرام، المكروه، المباح، في أحكام تتعلق بصلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو عمرة أو أعمال عبادات، ما استخدمش العبارات دي ولا يجوز ولا بأس ومانع، اعرف انه مايع، واعرف ان احكامه غلط، وانه مش دارس فقه، واعرف ان ده معجنجي يا معجناوي، حط في الخلاط واعجن، ما ينفعش. طب يضاف عليهم حكمين كمان اذا كانت المسألة تتعلق بعقود زي عقد الزواج، الطلاق، البيع، الشراء، يبقى دي العقود هنضيف عليهم برضو وزنين كمان. حاجة اسمه عقد صحيح، نقول عليه عقد صحيح، او نقول عليه عقد ايه؟ فاسد، او نقول عليه عقد صحيح وعقد ايه؟ باطل. طب ايه عقد صحيح وعقد باطل؟ اذا لم يستوفي الشروط في العقد يبقى بقى باطل، يرجع كل واحد لوضعه الاولاني قبل الايه؟ اجراء العقد. خلاص؟ العقد صحيح اذا استوفت الايه؟ الشروط. لما يقول لك مثلا زواج فؤاد من عتريس باطل، ليه يا عم الحاج؟ اصل في اكراه، ما فيش رضا، في مصيبه في السكه، في شرط من الشروط ما تنفذش، يبقى ما ينعقدش العقد. يبقى في العقود لازم هنحط وزنين نوزن بيهم العقد ده، اسمه صحيح او اسمه ايه؟ باطل او فاسد. خلاص؟ ونضيف عليهم كمان حكمين كمان بحسب حاله الانسان اللي ايه؟ اللي هينفذ الحاجة دي. في حاجة اسمها عقد تصرف عزيمة، وفي حاجة اسمها تصرف رخصة. تصرف رخصة وفي حاجة اسمها تصرف ايه؟ عزيمة. ايه تصرف العزيمة؟ وضع الإنسان السليم البالغ الراشد
السليم الغير مريض الغير مسافر يؤدي العبادات ويؤدي الأحكام تماما كما وردت. أو ده اسمه العزيمة، عنده العزم والنشاط والقوة والجهد والسلامة والإقامة، يبقى ينفذ الأحكام على أصلها، يبقى اسمه حكم الإيه؟ العزيمة. طب افرض مريض، لا، في رخصة للمريض، رخصة اللي مش لاقي مية يتيمم، في رخصة للمريض إنه يجمع، رخصة للمسافر إنه يقصر، يبقى بقى فيه نوت حاجة اسمها إيه؟ الرخصة. وهنا يجمعها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية القرآنية قبل منها: وما جعل عليكم في الدين إيه؟ من حرج. رفع الحرج يبقى ننتقل من درجة أداء الأعمال بالجهد الأكبر والجهد الأعلى إلى من درجة العزيمة إلى درجة الإيه؟ الرخصة عند وجود العذر، عند وجود الإيه؟ العذر أو المشقة أو الحرج أو الضرر. وهنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب، خلي بالك، حط خط تحت يحب الأولانية دي، أن تؤتى رخصه كما يحب، حط تحت خط تحت كما، وتحت برضو يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى إيه؟ عزائمه. في يحب الأولانية رخص، وفي يحب الثانية اللي هي الإيه؟ الإيه؟ العزائم، وفي كما في الوسط. عشان كده اختلف الأئمة، مع إنه دليل واحد أهو، اختلفوا في 3 أحكام تتعلق بالرخصة: أعمل بالرخصة ولا بالعزيمة؟ ناس قالت الرخصة أولى، هي الأفضل، يحب، لأن هي يحب الأولانية. ناس قالت لا، ده العزيمة هي الأولى. ليه؟ لأنه قال يحب برضه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لأن العزيمة دي في وضع النشاط والقوة. في ناس تالتين قالوا لا، ده في الوسط بين الاثنين، يحبوا الأولانية ويحبوا الثانية كما، ما دام كما يبقى دي زي دي. طب احنا هنختلف بقى في المسألة دي، أنا آخد بدي ولا بدي ولا بدي؟ قال لك الصائم المتطوع أمير نفسه، المسافر أمير نفسه. أنت شايف تحتاج دي اعملها، تحتاج دي اعملها، المهم أن يكون نيتك أن تجتهد في طاعة الله، ومن جاهد فإنما يجاهد إيه؟ لنفسه. بكده حطينا لنفسنا دلوقتي كام عد؟ قلنا كام؟ 19، وضفنا عليهم ادي 5، يبقى دي كام؟ 24، وضفنا عليهم كمان 2، يبقى دي كام؟ اذا دي كلها المصطلحات الاساسيه لعلم اصول الفقه اللي احنا بنقيس بيها موازين الذهب في معرفه الاحكام، والى الاحكام في فقه العبادات في الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. اللي قلته لك ده تشرحه لزمايلك.